تخيلوا دق علي أخي فجأة وقال جهزي لي حلا، أنا صايم وأبغى أكل حلا. ما أدري إحنا مو صايمين. وسويت له أحلى حلا بارد وسهل وسريع، تكفون لازم تجربونه لعيالكم لأهلكم أو حتى لنفسكم. يا أهلا متابعاتي الغاليات، معكم آية، واليوم بسوي لكم حلا سهل وسريع بمكونات بسيطة. أوكي، أول شي البسكوت. أي نوع بسكوت عندكم بالبيت أو أنتو تبغونه فيكم تستخدموه، وكمية البسكوت بتكون حسب أفراد البيت. أنا حطيت حوالي باكيت ونص، يعني لحتى شكلت شكل الهلال، وفيكم تشكلوا أي شكل، بس شكل الهلال هيك بيعطي أجواء رمضانية وكذا، فهمتوا شلون؟ حطيت البسكوت في المفرمة، وهنا عندي حليب وزبدة حوالي 3 معالق ل4 حليب يكونوا كبار، وملعقتين ل3 زبدة. الحليب والزبدة يخلي البسكوت يلزق مع بعضه البعض لحتى يصير شكله قريب جدا من العجينة. أنا ما سويته على شكل عجينة، بس انتو حاولوا تخلوه على شكل العجينة، يعني كمية الحليب بتزيدوها. اوكي، ليش؟ لان كنت ابغاه يبرد، فما كان عندي الوقت المناسب. استخدمت هذا القالب لسوي فيه اول طبقة، وما تحتاجون انكم تشتروا قالب هلال جديد، فحنسويه مع بعض. راح نجيب اذا عندكم بالبيت قالب هلال اكيد فيكم تستخدموه للراحة اكيد. ومثل ما تشوفون حنجيب صحن على شكل دائري نحطه فوق القالب الدائري، والحين نضغط البسكوت كله زي كذا لين ما يصير ويانا خط، يعني كله خط واحد. ونسيت أقللكم شغلة بشهادة أخي، وأخي مو من النوع يلي يقول هذا الحلا يموت من لذاذة، فلازم تجربونه، يعني خرافي. شوفوا، وزي ما تشوفون البسكوت الباقي بنحطه بصينية أو قالب ثاني عادي، ونحط فوقه الكريمة. وشلون نعمل كريمة؟ أنا حأعملها بدون كاسترد، يعني طريقة مرة سهلة. فأول حاجة حنحتاج 3 أكواب من الحليب، وكمان 3 معالق من السكر يكونوا شوي كبار، والحلاوة يعني انتو تتحكموا فيها، و3 معالق من الطحين ومن نشا، يعني حطيت نشا فوقه طحين، وكمان بيضة كاملة، وملعقة ونص من الحليب الباودر. بالنسبة للحليب الباودر هاد بيكون اختياري، إذا موجود حطوه، إذا ما موجود لا تحطوا عادي. وفي الأول حنخلط كل المكونات بارد في بارد مرة كويس حتى تروح التكتلات النشا أو طحين اللي تكون بالخليط، يعني بالحليب، وبعدها مباشرة فوق النار لين يصير ويانا الخليط زي كذا. يعني لا تخافوا، هاي التكتلات اللي عم تشوفوها بالكريمة عم تتسألوا شلون صار فيها زي كذا. اوكي، انا نسيتها فوق النار، هاي ما راح كذب، نسيتها فوق النار، بس نحنا حنعيد نفرمها. مو حنفرمها، حنحط البسكوت والكريمة فوق النار، يعني عادي لا تخاف. واكيد تقدرون ما تحطوها بالمفرمة وتحطوا مكسرات عادي. انا حطيت بسكوت. and don't forget if you like the video لا تنسوا تحطوا لايك ومتابعة وتعليق حلو حتى تدعموني لين تصير ويانا الكريمة زي كذا. بنحطها فوق طبقة البسكوت، وراح نغطيه ونسويها كلها زي كذا بنفس الطريقة، لا تخلوا ولا أي مكان فارغ. وما تنسوا الحواف، أهم حاجة هي الحواف. ذي الطريقة تساعدنا عشان لما نجي ننزع القالب من شو اسمه الحلا بيكون مرة سهل ويانا.
ولا تنسون تخلوها تبرد عشان يصير القوام ويانا مرة ماسك حاله، مرة متماسك. وآخر طبقة ويانا هنحط الشوكولا، فيكن تحطوا بيستاشيو، فيكن تحطوا أي نوع تبونه. وفوقها بحط الكاكاو الباودر، فيكم ما تحطوا عادي. وأكيد التزيين اختياري، أنا زينت بحبات الشوكولا، فيكن تزينوا لوز، جوز. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. شوفوا الجمال، يا سلام، طعمها مرة رهيب. ولا تنسوا تتابعوني وتفعلوا زر الجرس لوصفات جديدة، وحيكون في حلويات للعيد مرة رهيبة. وهيك بستودعكم ومع السلامة، وحخليكم مع الفيديو اللمسات الأخيرة.